مختلفة. هي دي الفكرة ببساطة. ليه تم تعيين أحمد السليماني في هذا المنصب الإعلامي الكبير، مع أنه اعترف أن والده كان إخواني وأنه هو منتمي ومتعاطف مع الإخوان؟ وليه تم الإفراج عن 716 وتم التصالح مع الإرهابيين واللي بيمولوا الإرهاب اللي هم الإخوان؟ الكلام ده كله بمنتهى البساطة لأن اللي بيحكم إخوان. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنكشف لغز كبير جدا لحضراتكم بخصوص ما يحدث الآن في مصر والتصالح مع جماعة الإخوان بعد ادعاء أن الدولة بتحاربهم ومش ممكن تتصالح معهم. وفوجئنا أخيرا أن تم شيل أو حذف 716 قيادي إخواني كبير كانوا بيمولوا الإرهاب في مصر. طبعا جماعة الإخوان كانت مدرجة على إنها جماعة إرهابية وفي ناس بتمولها. الناس اللي بتمولها ديت يعني حوالي 1500، شالوا منهم 716 واحد من أيام قليلة، قالوا إن هم دول بره تمويل الإرهاب وإن هم مش إرهابيين وإن هم ما مولوش الإرهاب. طيب في ناس طبعا محتارة، يعني في ناس يعني الموضوع يعني لافف معاهم ومش قادرين يفهموا ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل في مصر مش قادرين يفهموا، عمالين بقى يجيبوا يمين وشمال ويطلع قدام ويرجع ورا، مش فاهم اي حاجة، مع ان الموضوع بمنتهى السهولة، يعني بسيط جدا. الموضوع بسيط جدا. ايه السبب ان الدولة بتتصالح دايما مع الاخوان بعد الازمات؟ يعني من ايام جمال عبد الناصر لحد الان نفس السيناريو بيتكرر، يعني يبقى في ادعاء ان في حرب مع الاخوان، ثم بعد فترة يقول لك ده الامور استقرت ويبدأ عملية التصالح مع الاخوان ويبدأوا يعوضوهم اكتر من اللي فات. يعني ان كان مثلا واحد اعتقل تم اعتقاله او تم سجنه او تم فصله من وظيفته، بيتم تعويضه ورجوعه تاني باثر رجعي وكلام من ده، كان مفيش حاجه حصلت حاجه. والكلام ده اتكرر من ايام جمال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وحتى في هذا العهد. طيب ايه السبب؟ يعني في ناس فاكره ان في فعلا صراع ما بين السلطه او العسكر، ما يسمى بالعسكر، والاخوان. الكلام ده مش صحيح. ما فيش اي صراع من ايام عبد الناصر لحد الان، ما فيش اي صراع ما بين العسكريين او اللي بيحكموا وما بين جماعه الاخوان. ليه؟ ايه السبب؟ هنقول لحضراتكم. لان الموضوع ده بمنتهى السهوله، هي فكره بسيطه لكن يصعب تصديقها ويصعب ان انت تستوعبها اذا ما كنتش ملم بالموضوع كله. ايه هو الموضوع؟ الموضوع ان من ايام، لو احنا رجعنا من ايام جمال عبد الناصر والضباط الاحرار، وخدوا بالكم من اسم الاحرار عشان هنقول لكم ده بيدل على ايه. اسم الاحرار ركز عليه وحطه بين قوسين. جمال عبد الناصر كانوا هم دول، هو والضباط الاحرار جميعا كانوا تبع حسن البنا، وكانوا في التنظيم الخاص السري اللي هو تبع حسن البنا. وما يدخلش اي حد في هذا التنظيم الا اذا كان ولاؤه التام للاخوان بنسبة 100%. يعني ما تصدقش ابدا ان هو هينفصل عن الاخوان، لانه بيبقى صميم فكره هو الاخوان، ولا يمكن يتنازل عن انضمامه وانتمائه للاخوان، وان ادعوا ان هم انفصل عن الاخوان. لان دايما يقول لك ايه، ده جمال عبد الناصر استغل الاخوان وركب على الاخوان ومش عارف. الكلام ده غير صحيح. هو عاش اخوان ومات اخوان بفكر الاخوان، هو وجميع الضباط الاحرار اللي منهم السادات. خدوا بالكم من الكلام. خلاص. طيب في ادله طبعا كتير تثبت ذلك، ان جمال عبد الناصر كان اخواني وكان اخواني صميم، هو والضباط الاحرار، ومنهم السادات اكتر واحد ادى فرصه للاخوان وان هم ينتشروا في البلد ويعملوا دعوتهم ويخونوا في الشعب المصري، وكان تحت حمايه السادات. تمام.
وحسني مبارك برضو كان سنة 44 كان في شعبة منضم لشعبة مقيد تبع الإخوان في شبين الكوم سنة 44. ولما جه يخش الكلية الحربية ادعى ان هو ترك الإخوان. طبعا دايما عقيدة الإخوان ودين الإخوان هو ممارسة التقية والخديعة، وان هو يدعي غير حقيقته، يعني يقول لك انا مش إخوان وهو إخواني. خلاص. فمن الشيء الطبيعي ان جمال عبد الناصر يدعي ان هو مش إخوان وهو والضباط الأحرار، علشان كانوا يقدروا يخدعوا الجيش والشعب ويستمروا علشان يقدروا يستمروا في الحكم، لأنهم لو كانوا ظهروا بأنهم إخوان وكلام من ده. وعندنا خير مثال لذلك لما محمد مرسي كان في الظاهر ان هو إخواني، يعني الناس رفضته وكان هيعمل قلق كبير فاتشال. وهنقول لكم برضه دي قصة مفبركة، ان حكاية ان هو تم موته في المحكمة والكلام ده مش صحيح، والحكاية دي مش صحيح 100%، وهنثبت لكم الكلام ده بالدليل. المهم اللي بيحصل الآن نرجع لموضوعنا. اللي بيحصل الآن مش غريب ان مثلا الرئيس السيسي يجيب احمد المسلماني طبعا ظهر ان هو إخواني. ما هو الواحد لما بيظهر على الأضواء لازم بتبقى العيون عليه ويبدأ البحث عنه ونعرف حقيقته. يعني يقول لك يا سوى مش عارف ده وصل تعين مش عارف فين فهيطلعوا له مش عارف ايه ويلفقوا له، لا، ده هو علشان ظهر على الأضواء بيبدأ الناس يعني يلتفتوا ليه ويبحثوا عنه، فبيجدوا أشياء ما كانوش يتوقعوها ويعرفوا حقيقته. هي ده الموضوع. فأحمد المسلماني إخواني، وهو بنفسه اعترف ان ابوه كان إخواني، ونسمع الفيديو ده علشان تتأكدوا من الكلام. تمام. والدي إخوان مسلمين. نعم انا اللي قلت طبيعي إخوان مسلمين سنة 2000. تمام. والدي إخوان مسلمين. نعم انا اللي قلت طبيعي إخوان مسلمين سنة 2000. زي ما حضراتكم سمعتوا احمد المسلماني بيعترف ان والده كان إخواني. تمام. وهو طبعا إخواني، لان طبعا اي اب انضم للإخوان بالتالي بتبقى اولاده إخوان زيه. تمام. لكن العكس ممكن ما يكونش صحيح، يعني ممكن مثلا اب مش إخواني وابنه يبقى إخواني. طبعا الاب بيبقى ليه سلطه على اولاده، فلما بيأخون كل اسرته. فكان ابو احمد المسلماني إخواني، واحمد المسلماني بالطبع اكيد إخواني، وليه احاديث كتيره تثبت ان هو منتمي للإخوان ومتعاطف مع الإخوان. ابحثوا وانتوا تعرفوا. المهم ان انت تبحث في الكلام اللي انا بقوله علشان تتأكد منه. خلاص. فاللي بيحصل ان الرئيس السيسي ليه جاب احمد المسلماني، وخصوصا بعد ما اعلنوا ان تم التصالح مع 716 ارهابي من الإخوان، وراح جايب احمد المسلماني معينه في الاعلام على رأس الاعلام المصري. تمام. وده منصب خطير. ففي مع ان الرئيس السيسي اعلن قبل كده ان لا يمكن يتصالح مع الإخوان، وان هم قتله، وان هم بيدمروا البلاد، فازاي هيتصالح مع هؤلاء القتله والخونه اللي هم هيدمروا الوطن؟ فنفاجأ عكس كلامه 180 درجه، وان هو اتصالح معاهم وبدأ يغير كلامه. فالكلام ده بمنتهى السهوله. ليه بقى؟ لان الرئيس السيسي، ومحدش يزعل مني، هو تبع برضو الإخوان. ونفتكر كويس المذيع أو الإعلامي اللي اسمه توفيق عكاشة ده كان ظاهر في صورة ان هو واحد بيلخبط في الكلام ويهبل في الكلام. لا، كان في كلام منه بيطلع منه صحيح. ومن ضمن الكلام اللي قاله ان هو قال ان الرئيس السيسي اما كان وزير الدفاع قال لك ان هو إخواني، فضغطوا عليه علشان يغير كلامه، فخلوه عمل لقاء مع أحمد موسى وغير كلامه، قال ده الرئيس السيسي مش إخواني. لكن بدأ برضه يعني هو عنده ذكاء، قال لك ده هو صوفي، وأكد قوي على كلمة صوفي، قال إن هو صوفي. وطبعا لما نربط الصوفية، أما نرجع نبحث الصوفية برضه هم الإخوان. ليه بقى؟ إيه الدليل على إن الصوفية هم الإخوان؟ إن حسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، وقال في مجموعة مذكراته الدعوة الداعية ومجموعة رسائله إن الإخوان، جماعة الإخوان حقيقة صوفية. يبقى الصوفية هم الإخوان والإخوان هم الصوفية. وإن كان في ناس بتلخبط ومش قادرين يعني يفهموا الحكاية ديت، ويقول لك إزاي إيه اللي جاب الإخوان للصوفية وإيه اللي جاب الصوفية للإخوان، وما يعرفش إن الاتنين واحد، بدليل إن حسن البنا كان شيخ طريقة
كان صوفي حصافي واخد العهد من شيخ كبير صوفي اسمه عبد الوهاب الحصافي، وكون جماعة الإخوان. وقال إن جماعة الإخوان حقيقة صوفية، هو اللي قال، ابحثوا في مذكراته وفي مجموعة رسائله هتلاقوا الكلام ده، مش أنا اللي بقوله. خلاص. فاللي بيحكم هم الإخوان من أيام جمال عبد الناصر حتى الآن. وكلمة الأحرار، ضباط الأحرار، مين اللي دايما اسأل نفسك كده، مين اللي دايما يسموا نفسهم الأحرار والحرائر؟ مش هم الإخوان؟ دايما يطلقوا على نفسهم الأحرار والحرائر. تمام. ده يعني ده دليل من ضمن الأدلة الكتيرة جدا اللي تثبت إن جمال عبد الناصر كان إخواني. ليه؟ لأن أي احتلال، من طبيعة أي احتلال بيحتل دولة إن هو بيمكن عملائه والناس اللي هو رباهم على رأس الحكم في أي دولة بيحتلها. فاللي كان محتل مصر مين؟ كان هي إنجلترا. وإنجلترا هي اللي عملت جماعة الإخوان سنة 1928 وجابت على رأسهم حسن البنا. الكلام ده طبعا معلوم ومعروف في الإسماعيلية. واللي ساعد معاه كان فرنسا. فرنسا اللي كانت بتمول حسن البنا في الإسماعيلية واداته 500 جنيه عن طريق البارون اللي هو كان بيدير شركة قناة السويس. الكلام ده برضه موجود في مذكرات الدعوة الداعية. وهو اللي اعترف، حسن البنا بنفسه هو اللي اعترف ان هو كان بياخد منه 500 جنيه علشان يعمل مسجد ودار للإخوان، مش للمسلمين، لا للإخوان. خلاص. فأي احتلال بيمكن عملائه. فكان مين عملاء الإنجليز؟ كانوا هم الإخوان. فمكن قبل ما يمشي جمال عبد الناصر والضباط الأحرار من الوصول للحكم. وده تم، نجحوا فعلا. وادعوا بعد كده جمال عبد الناصر ادعى ان هو انقلب على الإخوان وموضوع سيد قطب ومش عارف ايه والكلام ده كله. والكلام ده مش صحيح. ده هو كان عايز بس يخدع الجيش والشعب علشان يقدر يستمر في الحكم. خلاص. فالموضوع ده موضوع يعني ممكن تكون فكرة بالنسبة للناس، الناس كلها ممكن ترفضها وما يقدروش يصدقوها، لكن اربط الخيوط ببعضها تلاقي هو ده حل اللغز. لو فهمت النقطة ديت كل الألغاز اللي قدامك اللي انت مش فاهمها هتسقط قدامك وهتتحل فورا. لو انت تأكدت ان من كلامي ان اللي بيحكم مصر من سنة 52 حتى الآن هم ضباط الإخوان، ضباط حسن البنا، وبينكروا ان هم إخوان وبيدعوا ان هم بيحاربوا الإخوان. اما بخصوص موضوع محمد مرسي العياط اللي قالوا ان هو مات في المحكمة، انا اتحدى اي حد يجيب لنا فيديو. طبعا الكاميرا المحكمة بيبقى فيها كاميرات مراقبة مصورة كل لحظة في محاكمة محمد مرسي. اتحدى اي حد لو كان محمد مرسي فعلا مات، طبعا الكاميرات دي هتكون مصورة اللحظة دي، يجيب لنا الفيديو ده ويعرض لنا لحظة سقوط محمد مرسي وموته في المحكمة كما ادعوا. طبعا مش هتلاقوا الكلام ده لأن محمد مرسي طبعا ما ماتش. وطبعا في دي مفاجأة تانية ليكوا هتستغربوا ليها، ما ماتش ولكن تم تهريبه بعد انتهاء مهمته وخداع الشعب المصري والجيش. وحكاية ثورة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو دي كانت ثورة مفبركة الإخوان اللي عاملينها علشان يخدعوا الجيش والشعب، علشان يقول لك ده اللي بيحكم مش إخواني وإن هم بيحاربوا الإخوان. الكلام ده مش صحيح. لكن اللي رجع تاني هم الإخوان، والإخوان ما سابوش الحكم من سنة 52 حتى الآن. لكن بيعمل لك إن العسكر اللي بيحكم ضد الإخوان وإن هم مش إخوان علشان ما حدش ياخد باله. وكمان أي مثلا غلطات من اللي بيحكم البلد سواء أخذ الأموال ورفع الأسعار والضغط على الناس والحاجات ديت ما ينسبش لجماعة الإخوان اللي بتظهر في الجماعة في صورة جماعة دينية تقية ورعة بتاعة الخير، والكلام ده كله كذب. فهو العسكر مثلا او اللي بيحكم بيظهر في صورة ان هو الحاكم الطاغي والطاغوت والكلام من ده علشان يخلي الناس البسطاء الغلابة تكره النظام ويروحوا بالتالي لمين؟ لجماعة الإخوان اللي بتظهر في صورة المظلومة والمقهورة والمسجونة، بالتالي يتعاطفوا معاها فيروحوا يتأخونوا. هي ديت الفكرة، فكرة الصياد والشبكة. الصياد يضرب في المية علشان يخلي السمك يجري يخش في الشبكة اللي هو عايزها وحاططها عن بعد. فاللي بيحكم هو اللي بيضرب المية، بيضرب الناس على المية كده علشان يجروا فيخشوا في شبكة
الاخوان، وهو عايز كده، عايز الناس تخش في شبكه الاخوان وعايزهم يتاخونوا، بدليل ان 70% من الشعب المصري تم اخوانته بدرجات مختلفه. هي دي الفكره ببساطه. ليه تم تعيين احمد السليماني في هذا المنصب الاعلامي الكبير، مع انه اعترف ان والده كان اخواني وان هو منتمي ومتعاطف مع الاخوان؟ وليه تم الافراج عن 716 وتم التصالح مع الارهابيين واللي بيمولوا الارهاب اللي هم الاخوان؟ الكلام ده كله بمنتهى البساطه، لان اللي بيحكم اخوان. والسلام عليكم ورحمه الله.